الديوان المغربي أعلن عن رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قررت إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، وسيتجسد موقف البلاد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة. خطة الاعتراف شملت قرارات أخرى. سيتم إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، إضافة إلى جميع البلدان التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل. تدرس إسرائيل فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة. هذا القرار أتى بعد تلميحات إسرائيلية عن خطة الاعتراف على لسان وزير الخارجية إلي كوهين بداية الشهر. كوهين قال للصحفيين إن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه في منتدى النقب في أيلول سبتمبر المقبل. المغرب التي اقترحت استضافة قمة النقب أجلت موعد القمة عدة مرات بسبب تصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بدأت محادثات هذا المنتدى